السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهيوات خديجة حسن. وعلى بركة الله نبدا وصفتنا لهذا النهار اللي هي ليك خيب بالدجاج على شكل صريرات. وعلى بركة الله كناخدو الدجاج القياس اللي غادي يكفينا. كنزيدو شويه د الماء فين يطيب القياس فاش غيطيب، الملحه، 2 ورقات سيدنا موسى، بصله راني دقه فيها داك عود نوار، وشي حبيبات ديال البزار حبوب، واحد 2 طروفات ديال الخيزو، وواحد العود ديال الكرافس. وعلى بركة الله درتو طاب. من طاب حيدت منه العظم وفرتته بهذه الطريقة هذه وبهذا الشكل اللي كتشوفوا قدامكم. من بعد صوبت لك خيب اللي هو نص لتر حليب. هنا ديجا راني دايره 2 بيضات، غادي نزيد دابا الثالثه، يعني نص لتر حليب، 3 د البيضات. وبطبيعه الحال ما كنديروش البيض مباشره، بعد الخطرات كنطيحو في بيض ضايع يقدر يضيع لنا الوصفه كامله. كندير كل وحده كنديرها في زليفه حتى كنديرها حتى كنعرفها بانها مزيانه، عاد كنخويها. كنضيف راس معلقه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال سنيده. هنايا نص معلقه ديال بودره الثوم وراس معلقه ديال الابزار ابيض. وبالنسبه للدقيق حتى كنحصلوا على هذا القوام كيف ما كتشوفوا. واخر حاجه كنديروها هي الزبده دايبه. الزبده كتخلي لنا الكريب ديالنا طريرين رطيطبين، يسهلوا تحكمي فيهم وتخدمي بهم كيف ما بغيتي وعلى راحتك. وصافي كنغطيوهم. وضروري العجينه هاد الكريب ضروري خصهم يدوزو من الثلاجه اقل حاجه نص ساعه حتى لساعه. هنايا عندنا الطياب، كدهني المقله بالزبده كنخوي لك خيب ديالنا بهذه الطريقه. ما كاينش اللي ما كيعرفش يطيب لك خيب. بالنسبه للمبتدئات درنا هذا الفيديو هذا. صافي كنقلبوهم للوجه وكيجيو كيف ما كتلاحظوا كيجيو رطيطبين بديك الزبيده اللي كنضيفو في التالي، يجيو رطيطبين. واللي بغى الوصفه كامله ديال لي كريب هكا راه كاينه عندي في القناه. صافي كناخذوا داك الدجاج ديالنا اللي ديجا فرتناه، كنضيفوا له شويه د البيشاميل، القياس اللي جمعنا داك الخليط. يلا صوبتها. وشويه ديال لا موطارد، واحد المعلقه صغيره د لا موطارد، شويه د المايس. كنضيفوا كذلك شويه ديال الفرomاج الاحمر او اي فرomاج كتفضلوا. هنا درت شويه د الابزار ابيض وشويه ديال لا سيبولات، اولا اللي ما عنديش لا سيبولات يدير هذا، يدير المعدنوس. والاصل في هذه الوصفه هذه هي لا سيبولات اصلا. كنخلطوا الخليط كامل حتى كينسجم مزيان معنا ويتخلط كاع المواد اللي فيه وينسجموا مزيان. عاد ديك الساعه كندوزو نعمروهم كيف ما كتلاحظوا القوام هكذا كيكون. وبهذه الطريقه كنعمروا الكريب ديالنا. كنديروا واحد المعلقه، جهد معلقه صغيره او لا كبيره على حساب نتوما المقله ديال الكريب
واش صغار ولا كبار، ولكن هاد القياس هو الايديال بالنسبه ليا. كيجيو هما هادوك ما صغار ما كبار، كيجيو حليلوين هكذا. وبالنسبه كذلك لا فارس، ممكن ديروا اي فارس، يقدر ديروا بالكفته، يقدر ديروا بالحوت، باش ما بغيتو بالطون. وممكن تعمروهم غير بالفرماج والخضار، كيجيو رائعين جدا. شوفوا الشكل كيف جا، كيجي زوين غزال، كيحمر الوجه في الحطه. نعاود معكم واحده اخرى. كما كتشوفوا ساهلين، كنجمعوهم من الوسط وكنبداو نجمعو من الجناب، كل واحد وطريقته خلاص فاش في الخدمه. نعاود تاني كناخدو واحد العود ديال واحد القصب ديال السيبولات او ثوم القصابي. ممكن انه يتقطع لي كيف ما تقطع لي دابا. كناخدو واحد اخر كنعتقو به الموقف. المهم الصغيره لا بدا خصها تكون بهذه الطريقه. كيجيو فنين كيف ما كتشوفوا، كيجيو رائعين في الحطه. انا في هذه الاثناء درت جوج شكالات باش نعمر الطبله ديال الفطور ديالي. درت النص بالصريرات والنص لويتهم هكذا بهذا الشكل المستطيل. وبهكذا كتكون الوصفه ديالنا ديال هذا النهار سالات. ونتمنى نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، وبالصحه والراحه ورمضان كريم.